تعالوا اقول لكم على ابلكيشن بيساعد ان احنا نقدر نقرا القرآن باستمرار ونختمه بشكل سهل عن الطبيعي. الابلكيشن اسمه نختم، وده شكل الابلكيشن على الاندرويد او الاي او اس. دي واجهة الابلكيشن، اولها بتكون الصورة، التاني حاجة الآية، وبعدين القارئ. لما بنضغط على خانة الصورة بنقدر نقلب من هنا ونختار اسم الصورة اللي احنا واقفين عندها. الخانة التانية اللي هي خانة الآية اللي احنا برضو بنكون واقفين عندها، طبعا كل صورة بعدد الآيات بتاعتها. لما بنخلص آية معينة بنلاقي بتظهر هنا جنبها علامة صح باللون الأخضر. الخانة التالتة اللي هي القارئ اللي احنا بنقدر نختاره من القراء الموجودين للقرآن، لأن الابليكيشن فيه كمان جزء نقدر نسمع منه. الجزء اللي بنقدر نسمع منه ده بنشغله زي كده، بتظهر الآية والتفسير وتحت علامة التشغيل اللي نقدر نسمع بيها القارئ اللي بيقرأ فيه. الابليكيشن فيه كمان تعديل للغة، سواء عربي، انجليزي، ولغات تانية كتير، فرنساوي وحاجات تانية كتير مختلفة علشان الإخوة المسلمين في الدول الأخرى. الابليكيشن عنده نظام للتنبيهات، نقدر نظبط عدد الدقايق اللي بنستعملها علشان يخرج لنا التنبيه برا على التليفون. طبعا انا ظبطها على 20 دقيقة، لانه هو كل 20 دقيقة هيديني تنبيه ان في آية المفروض اقراها. نختم من الابليكيشنز السهلة جدا والحلوة قوي في التعامل بتاعها. يمكن بس في الاول لما بننزله بنحس بشوية صعوبة في التعامل معاه، انما هو كل الفكرة انه بيطلع بره على التليفون حتى والشاشة مقفولة. الآية اللي احنا المفروض بنقراها بنتك عليها، بندخل نقراها وبنتشك عليها، هي بتنزل في اللي فيه الآيات، بتنزل الآية اللي احنا قريناها وجنبها علامة صح باللون الأخضر، وده معناها ان احنا خلاص قريناها. اتمنى ان انتوا تحملوا ابليكيشن نختم وقولوا لي تجاربكم مع الابليكيشن، ولو في اي صعوبات قابلتكم. خلصنا ابليكيشن نختم النهارده، ان شاء الله اشوفكم المره الجايه في ابليكيشن تاني. ولو عندكم اي ابليكيشن محتاجين ان احنا نتكلم فيها حطوها لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.